السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. ان شاء الله هناخد lesson 2 من يونت 3 في منهج كونكت بلس لجريد 3. نيجي كده نشوف الفوكاب اللي في lesson 2 في يونت 3. عندي نمبر 1 living things. living things كائنات حيه. humans اللي هم البني ادمين اسمهم humans. animals حيوانات animals. plants نباتات. pure water ماء نقي. عندي هنا soil يعني تربة. roots الجذور اللي بتبقى من تحت هنا في البلانت. طيب عندي ايه في الجزء التاني؟ عندي كلمتين مهمين جدا في lesson 2 النهارده. كلمة hydrated قسموها كده. hydrated يعني ايه hydrated؟ معناها رطب او في كمية كافية من الماء. اسمه ايه؟ hydrated. طيب الاوبوزيت بتاعتها العكس على طول اسمها dehydrated يعني جاف. يعني انت جسمك كده لو في كمية كافية من المية هيبقى hydrated. انما لو جاف مفهوش كمية من الووتر هيبقى dehydrated. الكلمتين دول مهمين قوي. dehydrated. joints مفاصل. sweat يعني عرق او يعرق. معنى كده ان الكلمة دي noun و verb اسمها sweat. temperature درجة الحرارة. الكلمة دي طويلة قسموها كده. temperature درجة الحرارة. بعديها عندي كلمة toxins سموم. toxins health صحة. repeat after me. living things, humans, animals, plants, pure water, soil, hydrated, dehydrated, joints, sweat, temperature, toxins, roots, health. تمام حبايبي. نيجي كده للجزء التاني من الفوكاب. هنا عندي في lesson 2 عندي كلمة organs أعضاء الجسم. blood vessels فاكرين blood vessels لما أخدناها في unit 2 يعني أوعية دموية. قلنا مين هما البلاد vessels؟ قلنا عندي arteries its color is red، وعندي veins its color is blue. فاكرين blood vessels؟ برافو عليكم. أكسجين. stomach المعدة. do exercise يعني يتمرن. خدوا بالكم ان exercise على طول بيجي معاها do معنى يتمرن. do exercise. do a race معناها بيشارك في السباق. do a race. athlete لاعب ألعاب القوى. أخدناها في يونت 2 لو انتوا فاكرين كلمة athlete. hot country يعني دولة حارة كده الجو فيها حر جدا اسمها hot country. again repeat after me. organs, blood vessels, oxygen, stomach, do exercise, do a race, athlete, hot country. in the next page أنا عندي هنا كمية كلمات كبيرة شوية في lesson 2 بس حاولوا يعني بصلها من حتة ان هتلاقوا فيه كلمات انتوا اصلا عارفينها. تمام؟ يعني هنا عندي brain اكيد عارفينها اخدناها قبل كده. يبقى هنا عندي brain مخ. live يعيش. هنا عندي دي verb live يعني يعيش. carry يحمل. work better يعني يعمل بشكل افضل. think يفكر. دي هنا عندي verb think يفكر او يعتقد. hot weather طقس حار. cold بارد. liquid
سائل، اخدناها قبل كده لما كنا بنتكلم عن البلد. تمام، يبقى عندي كلمة liquid معناها سائل. drinks مشروبات. هتقولوا لي يا ميس مروة مش كلمة drink يعني يشرب، ودي هنا عندي verb. اقول لكم ان drink دي في منها verb لما اكون بتكلم على يشرب بمعنى يشرب يبقى هنا عندي verb. لما اكون بتكلم على انه مشروب يعني حاجة كده انا بشربها يبقى دي كده عندي noun. عشان كده هنا ينفع احط الاس للنون يبقى drinks مشروبات، بس ما يجيش حد يقول لي ان الverb ينفع يتجمع. انا هنا جمعتها مش على انها verb لكن على انها noun. تمام، يبقى عندي drinks مشروبات، juices عصائر. هنا عندي lose يفقد او يخسر اسمها lose. هنا عندي vowel وهنا عندي vowel عشان كده الاس على طول اتحولت لزد. lose يخسر او يفقد. move يحرك. want يريد، دي هنا عندي verb ودي verb ودي verb. difficult صعب. tea شاي. cookies البسكوت. but معناها لكن، اخدناها في الروابط بين الجملتين. every day كل يوم. هنا عندي مريض. headache صداع. feel tired يشعر بالتعب، وقلت لكم ان كلمة feel بيجي بعديها الادجكتيف الصفة. feel tired يشعر بالتعب. tomorrow غدا. what happens دي بسأل بيها ماذا يحدث، يعني بتكون في كده حاجة حصلت وانا باجي اقول ماذا يحدث او ايه اللي حصل. what happens how much بسأل بيها عن كمية مش عدد. خدوا بالكم لان هنا عندي how many هي اللي بسأل بيها عن عدد، يعني عدد يعني حاجة بتعد، لكن هنا بقول how much بسأل بيها عن الكمية اللي لا تعد. repeat after me. brain live خدوا بالكم دي اسمها live مش life، لان التانية اللي اسمها life يعني حياة كده اسمها دي life يعني حياة، انما دي live يعيش. عشان حبايبي بس لو انتوا تلخبطوا فيهم فدي اسمها live انما دي اسمها life. تمام. carry work better. think hot weather cold liquid drinks juices lose move want difficult tea cookies but every day ill tomorrow headache feel tired what happens how much. in the next page هنا هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن ال prepositions، وقلت لكم ان كلمة preposition يعني حروف الجر. تمام، يعني ايه حروف الجر؟ يعني دلوقتي عندي كل كلمة عشان تديني المعنى اللي مكتوب هنا لازم يجي بعديها preposition معين، يعني حرف جر معين. انا هعمل لكم عليه circle وخلي بالكم منه كويس قوي. هنا عندي good for us يعني جيد لنا. good for us. break down into احنا خدنا break down قبل كده معناه يتحلل، لكن يتحلل الى اسمها break down into. help with يساعد في. هنا عندي made up بيتكون من. get rid of يتخلص من. come out of معناها يخرج من. وعندي ايه تاني؟ هنا عندي around the body معناها في كل اجزاء الجسم. get it from يحصل عليها من. get it from.
repeat after me. Good for us. Break down into. Help with. Around the body. Made up. Get rid of. Come out of. Get it from. معلش يا حبايبي، هي كمية الفوكاب، كمية الكلمات في lesson 2 كبيرة شوية، بس انتوا شاطرين وقدها ان شاء الله. تمام. طيب انا هنا هخش كده في شرح الفوكاب، هعمل لكم سيركل بس على اهم كلمة او كلمتين انا محتاجاها بس من السنتنس اللي عندي. تمام. اول حاجة هتكلم عليها living things. living things الكائنات الحية. هنا بيقول لي anything that live, eat and grow. live, eat and grow يعني اي حاجة عندي live بتعيش، eat بتاكل، grow بتكبر. يبقى living things live, eat, grow. humans طبعا دي مش محتاجة توضيح. humans هنا عندي زي مين؟ man الرجل، woman المرأة، or child يعني الطفل. يبقى كلمة هنا humans يعني البني ادمين. the next one هنا عندي كلمة pure. pure يعني نقي. هنا الجزء ده بقى اولياء الامور الشاطرين اللي بيذاكروا ولادهم يركزوا معايا كويس قوي، انا هنا هشرح لكم بالعربي. تمام. هنا عندي كلمة pure. pure يعني نقي. not mixed يعني مش مختلط. or adulterated. كلمة adulterated هنا بمعنى مغشوش. not mixed يعني مش مخلوط or adulterated with any other substance or a material. تمام. يبقى هنا عندي كلمة pure يعني نقي، يعني مش بيتخلط بشيء تاني or adulterated ولا بيبقى مغشوش حتى متخفف. تمام. pure يعني نقي. soil. soil التربة. the upper layer of earth يعني الطبقة اللي فوق من الأرض in which planets grow اللي البلانتس هنا عندي بيحصل لها ايه؟ grow يعني بتكبر. the next one هنا عندي roots. roots دي عكسها على طول. هنا عندي السويل التربة اللي بتبقى من فوق هنا دي اسمها كده السويل، انما اللي ممدود تحت ده اللي نازل تحت السويل ده هنا عندي اسمه roots. يبقى عندي اللي تحت اسمه roots واللي بينزل من عليها اسمها ايه؟ اسمها soil يعني التربة. تمام. هنا بيقول لي بقى roots the part of a plant which attached it to the ground يعني الجزء اللي بيربط البلانت بالجراوند يعني بيربطها بالارض. هنا عندي بقى الكلمتين دول مهمين قوي. hydrated قلت لكم معناها رطب يعني في كمية كافية من الووتر. when your body gets enough water اهي ما جبتهاش من عندي. يعني هنا عندي كلمة hydrated أحسن شرح للكلمة دي لما أنا أقول when your body gets بيحصل على enough water. تمام. عكسها على طول كلمة dehydrated قلنا معناها جاف. when your body doesn't get enough water يعني مش بيحصل على كمية كافية من المية. هنا عندي joints قلنا كلمة joints يعني مفاصل. the parts of your body that move الجزء اللي في جسمك that move يعني اللي بيتحرك اسمها ايه؟ اسمها joints المفاصل. sweat a liquid that comes out of your skin when you are hot. قلنا كلمة sweat يعني العرق. هنا بيقول لي a liquid يعني سائل that comes out of your skin يعني بيخرج من skin من الجلد بتاعك when you are hot لما انت بتكون ايه؟ حران. the next one هنا عندي كلمة temperature درجة الحرارة. how hot or cold you feel يعني درجة الحرارة اللي انت جسمك بيشعر بيها سواء كانت hot يعني حر or cold يعني برد. toxins السموم اللي بتبقى موجودة في جسمك وبتخرج من جسمك. طيب هل السموم دي التوكسينز دي حاجة بيكون جسمك محتاجها ولا خلاص جسمك بيتخلص منها؟ لا طبعا جسمك بيتخلص منها. طيب هنا هيقول لي ايه؟ things you don't want يعني خلاص اشياء انت مش محتاجها. فين بقى؟ in your body في جسمك. they can make you ill يعني هي لو فضلت موجودة جوه جسمك ما خرجتش it can make you ill ممكن تخليك تشعر بالمرض. تمام. the last one health الصحة. the state of being free from illness or injury
يعني الحالة اللي انت بتكون فيها free حر from illness المرض and injury or injury يعني الجرح. تمام حبايبي؟ نيجي هنا بقى للشرح بتاعنا. هنا عندي في lesson 2. هنا عندي في lesson 2 اصلا هيكلمني عن ايه؟ هيكلمني عن importance of water. انا حرقت لكم اهو lesson 2، قلت لكم هيتكلم عن ايه. يبقى هنا هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن الووتر. why do we need water؟ ليه احنا بنحتاج المية؟ طيب هنا بيقول لي our brains يعني مخنا are made up of يعني بيتكون من about حوالي 7500% water. تخيلوا ان مخك ده 75% بيتكون من الووتر. على فكرة الجزء ده مهم قوي، وهتلاقوا حاجات لأول مرة انتوا تعرفوها هتبين لكم قد ايه شرب المية مهم جدا. وفعلا بعد الليسون ده لازم كلكم تجروا بعد كده تشربوا مية خلال اليوم. تمام؟ طيب هاجي هنا عندي في اول باراجراف هقراه هنا عن الووتر. بيقول لي ايه؟ all living things need water يعني كل الكائنات الحية بتحتاج للووتر. animals and humans مالهم بقى؟ drink water يعني بيشربوا المية. الانيمالز الحيوانات، والهيومنز plants get it from the soil in their roots. حتى البلانتس هنا برضو عندي بتشرب مية، بس من خلال ايه بقى؟ get it from يعني بتحصل عليها من the soil التربة in their roots من الجذور بتاعتها اللي بتكون موجودة فين؟ اللي بتكون موجودة في السويل يعني في التربة. تمام؟ we all know water is good for us. احنا كلنا عارفين ان قد ايه المية مهمة لينا. but ولكن do you know how important it is for our health؟ بس هل انت عارف قد ايه هي مهمة لصحتك؟ هنشوف هنا مع بعض. our blood الدم بتاعنا is about 8200% water. الدم بتاعنا بيتكون من حوالي 82% من الووتر. وخدنا فوق ان our brain عقلنا بيتكون من 7500% of water. تمام؟ blood carries oxygen and nutrients around the body. دي اخدناها ان الدم هو اللي بيحمل الاكسجين and nutrients المواد الغذائية around the body لكل اجزاء الجسم. we eat food احنا بناكل الطعام and it breaks down into nutrients. احنا بناكل الطعام وهو بيتكسر وبيتحلل الى nutrients مواد غذائية. فين بقى الكلام ده بيحصل؟ في انهي جزء؟ احنا اخدناها في يونت 2. برافو عليكم. in our stomach يبقى عملية تحويل الطعام دي بيبقى مكانها فين؟ in our stomach يعني في المعدة. water helps with this and it also helps carry the nutrients around the body in our blood vessels. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا تاني. بيقول لي water helps with this يعني العملية اللي بتحصل في الاستومك دي اللي بيحول منها الفود لنيوترينز. مين كمان عامل مساعد معايا هنا في العملية دي كلها اللي بيحول الفود الطعام لنيوترينز؟ الووتر برضو ليها دور هنا في الاستومك، لان بيقول لي ايه؟ water helps with this بتساعد في عملية البريك داون للفود to nutrients. it helps also كمان بتساعدني carry the nutrients around the body in our blood vessels. وكمان بتساعدني ان انا بحمل النيوترينز المواد الغذائية around the body حول الجسم. قلت لكم بتتنقل عن طريق ايه؟ blood vessels الأوعية الدموية. in the next part هنا في الجزء التاني بيقول لي ايه؟ if you drink enough water لو انا شربت كمية كده كويسة من المية your brain works better مخك هيشتغل كويس. if you don't drink enough water you get dehydrated. خدوا بالكم ان كلمة dehydrated انا قلت معناها ان هو بيكون جاف. امتى بقى؟ لو انا بعمل ايه؟ don't drink enough water مش بشرب كمية كافية من المية. تمام؟ you feel tired هشعر بالتعب and you don't have a lot of energy ومش هيكون عندك طاقة. سبحان الله. يعني ممكن ان انت بس مجرد ان انت مش بتشرب مية كويس ممكن تحس بصداع، تحس بتعب، تحس ان انت عقلك مش شغال كويس لمجرد بس ان انت ما شربتش كمية كافية من المية. you can get a headache ممكن تشعر بالصداع
or find it difficult to think. وكمان تلاقي من الصعب اللي انت كمان تفكر، تبقاش قادر تفكر، عندك صداع. when you are hydrated، هنا هيكلمني بقى لو انت hydrated يعني الجسمك رطب كده في كمية كافية من المية. when you are hydrated it means معناها you are getting enough water. enough يعني كمية كافية منين؟ من المية. it's good for your joints يعني بيكون ده كده جيد your joints المفاصل، your bones العظام، and your body temperature وحرارة جسمك، لمجرد بس اللي انت شربت كمية كافية من ايه؟ من الووتر. خدوا بالكم من كلمة dehydrated وكلمة hydrated، اعرفوا انهي اللي بشرب فيها مية بيكون عندي enough water، وانهي اللي مش بشرب فيها كمية كافية من المية. تمام؟ هنا عندي the last part بيقولي water also helps your body، كمان المية بتساعد جسمي to get rid of ان انا اتخلص من ايه؟ من التوكسينز. قلنا كلمة toxins السموم from your body يعني اتخلص منها في جسمي، and helps the other organs وكمان بتساعد الاعضاء الاخرى في جسمي in your body to work well ان هم يشتغلوا كويس قوي. children هنا بيكلم مين بقى؟ بيقول لي children اطفال مالهم؟ should drink about 1.5 liters of water every day. يعني هنا بيقول لي ان children اطفال المفروض يشربوا 1.5 يعني لتر ونص من المية. امتى بقى؟ every day يعني انت كده كل يوم مفروض تعمل ازازة ليك لوحدك تكون لتر ونص بس من الووتر وتخلصها على مدار اليوم. most of this should be pure water. بيقول لي ان معظمها most of this يعني معظمها should be pure water يعني تكون مية نقية. وعرفنا يعني ايه pure water. but we can also get water from other drinks. وكمان بيقول لي ان انا ممكن احصل على الwater from other drinks من مشروبات اخرى such as يعني مثل milk, tea and fruit juices يعني بحصل عليها برضو من الملك اللبن الشاي، fruit juices عصائر الفواكه، and fruits and vegetables وفي كمان نوع من الفروتس الفواكه والvegetables هي نفسها بتكون بتحتوي على الووتر على المية. we should drink more water احنا لازم نشرب كمية كبيرة وزيادة من المية. امتى بقى؟ in hot weather لما يكون الجو حر because we lose water when we sweat. يعني ايه بقى؟ عشان احنا بنفقد المية lose water when we sweat يعني لما بنعرق. نيجي بقى لجزء مهم هنا عندي في الفيديو وهو الجرامر. هنا هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن should و shouldn't. هنا عندي should معناها يجب بستخدمها in advice في النصيحة. هنا عندي shouldn't معناها لا يجب، يعني هنا دي عندي النيجاتيف المنفية، وهنا عندي دي البوزيتيف يعني بستخدمها في الجملة المثبتة. تمام؟ يعني لما اجي انصح حد بحاجة كويسة وعايزاه يعملها لازم اقول له should. لكن لو بنصحه بحاجة ان هو ما يعملهاش وبنفيه ان هو ما يعملهاش بقول له لا ما تعملش كده، هستخدم مين؟ هستخدم shouldn't. shouldn't هنا عندي اللي هي should not. تمام؟ طيب اهم حاجة عايزين نعرفها ان لازم ان بعد should وبعد shouldn't لازم يجي الفيرب هنا عندي في الانفينيتيف يعني بيجي في المصدر. وقلنا الانفينيتيف يعني ما فيهوش ولا اي دي ولا في اس ولا في اي ان جي. بيقول لي we can give advice انا ممكن ادي النصيحة by using ان انا استخدم should shouldn't. زي ايه هنا عندي؟ بقول you should drink enough water every day. انت يجب عليك تشرب كمية كافية من المية every day يعني كل يوم. انا هنا عندي دي حاجة كويسة بنصحه ان هو يعملها يبقى استخدمت مين؟ استخدمت should. وهنا عندي الverb drink جه فين؟ جه في الانفينيتيف يعني جه في المصدر. Number 2 you shouldn't eat cookies every day. انا هنا بنصحه ان هو ما ينفعش ياكل الكوكيز دي every day عشان هي بيبقى فيها كمية كتيرة جدا من الشوجر من السكر، وعارفين ان الشوجر مش كويس للجسم بكمية كبيرة. يبقى هنا استخدمت shouldn't ان هنا انا بنفيه ان هو ما يعملش كده، وجي بعديها الفيرب فين؟ في الانفينيتيف. تمام؟ طب نمبر 3 انا دايما بقسم الجرامر للبوزيتيف والنيجاتيف والكويستشن.
هنا should ينفع استخدمها في الquestion يعني في السؤال. should I drink milk every day؟ هل انا يجب علي ان انا اشرب الميلك every day كل يوم؟ برضو هنا عندي should لما بتيجي في الquestion في السؤال لازم بستخدم الverb اللي جاي معاها ايه؟ في الانفينيتيف. لازم استخدم الverb اللي جاي معاها في الانفينيتيف. تمام؟ طيب انا عندي السؤال اللي بيبدأ بشود بجاوب عليه يا اما بيس يا اما بنو، وطبعا متعودين ان بيكون معناها هل، يعني هل يجب علي شرب اللبن every day كل يوم؟ طيب عندي number 2 should he eat lots of candies and cakes؟ يعني هل يجب عليه هو، لان انا هنا عندي he eat ان هو ياكل، lots of candies ان هو ياكل كمية كبيرة من الكانديز والكيك. هنا بقول no he shouldn't. ناخد بالي انا هنا عندي he، ما يطلعليش حد يقول لي انا هنا عندي he فاستخدم الفيرب في اس. انا هنا ماليش دعوة بالهي، انا هنا الفيرب بيروح يبص لمين؟ بيبص للشود. تمام؟ ما يبصش للسبجكت المكتوب قدامه. يبقى هنا عندي should وshouldn't لازم يجي بعديها الفيرب فين؟ في الانفينيتيف. هنيجي هنا عندي للاكسرسايز بتاع lesson 2. number 1 بيقول لي match A with B. تمام؟ هنا عندي الفوكاب اللي عندي hydrated, dehydrated, joints, toxins, temperature, sweat. تمام؟ طيب انا بعمل ايه؟ انا بقالي مده كده كل مره كنت بمشي بالايه ونروح ندور على الجزء اللي هينفع معاه من الناحيه التانية. لقيت ان الافضل ان انا امشي هنا من عند نمبر بي واخد السنتنس عندي واشوفها بتمشي مع انهي وورد. طيب عندي نمبر A a liquid that comes out of your skin when you are hot. liquid يعني سائل comes out of your skin بيخرج من الجلد بتاعك when you are hot. ها أنهي واحد فيهم؟ hydrated, dehydrated, joints, toxins, temperature, sweat. excellent. sweat يبقى هنا هاجي اخد number A اكتبها هنا عندي في number 6. تمام؟ طيب number B when your body gets enough water. ها when your body gets enough water لما جسمك بيحصل على كمية كافية من المية. أنهي واحدة؟ برافو عليكم. number 1 hydrated. number 1 hydrated يبقى هنا عندي number 1 هكتب عليها letter B. number C the parts of your body that move. أول ما أشوف عندي كلمة move أعرف على طول بتكلم على مين؟ بتكلم عن joints المفاصل. يبقى هاجي هنا في number 3 أكتب letter C. number D how hot or cold you feel. يعني إمتى أنت بتشعر بالhot والcold؟ الحالة دي اسمها إيه؟ excellent. temperature. temperature درجة الحرارة. يبقى هنا هاخد number D هاخد letter D اكتبها عند number 5. تمام. هنا عندي number E things you don't want in your body they can make you ill. اول ما اشوف don't want مش عايزاها in your body في جسمي and can make you ill وممكن ان انت تكون بسببها مريض اعرف بتكلم على مين؟ excellent. toxins السموم. هنا هكتب letter E. the last one when your body doesn't get enough water على طول بختار dehydrated. هقول لكم حاجة حلوة قوي ركزوا معايا. بصوا اول ما تلاقوا كلمة enough لوحدها enough water على طول تختاروا hydrated. تمام؟ انما عندك doesn't enough على طول بتجري على كلمة dehydrated. تمام؟ هنا عندي number 2 الديالوج اختصارا لوقت الفيديو. هسيب لكم الديالوج ده homework، وهنا طبعا الفوكاب هتعملوها homework بعد ما تحفظوا الكلمات اللي فوق. تمام؟ انا اهم حاجة بس عايزة انزل احل على الجرامر. اهو number 4 choose the correct words. تمام؟ number 1 you eat healthy food. هقول لكم ازاي تختاروا should وازاي تختاروا shouldn't. انتوا بتكملوا بقيه السنتنس قرايه يعني بتقروا بقيه الجمله، لقيتوا ان الحاجه اللي موجوده هنا او اللي مكتوبه دي positive يعني حاجه ايجابيه كده على طول بتختاروا should.
لقيتوها نيجاتيف يعني حاجة ما ينفعش تعملوها او بتنهوا عنها، بتختاروا shouldn't. يبقى هنا بقول you should eat healthy food، انت بتنصحه ان هو ياكل healthy food. Number 2 you eat cookies every day. هنا عندي الكوكيز دي negative or positive thing؟ negative على طول، يبقى بنهيه ان هو ياكلها، هقول you shouldn't eat cookies every day. يبقى المفتاح هنا عندي في ان انا اختار should و shouldn't هي الجملة اللي بتيجي بعديها. والله لقيتها positive باخد should، لقيتها negative باخد shouldn't. تمام؟ وقصدي بكلمة negative و positive مش قصدي كلمة negative ان يكون فيها not، لا، negative بمعنى ان هي تكون حاجة سلبية انت بتنصح ان هو ما يعملهاش. زي هنا عندي مثلا eat cookies، اكيد اكل الكوكيز ده every day مش حاجة صحية، عشان كده بقول عليها دي حاجة سلبية. تمام؟ يبقى هنا هختار shouldn't. نمبر 3 هنا عندي should he، انا هنا ماليش دعوه عشان ما يلخبطنيش، انا مش ببص للسبجكت. تمام؟ انا عندي طالما should وانا مغمض بروح اخد الانفينيتيف. تمام؟ وطبعا هتلاقوا ان اغلب السؤال اللي بيبدا بشود عشان يلخبطك حلو قوي لازم هنا هيجيب لك يا هي يا شي يا ايت، عشان طبعا انت تجري وتاخد جوز او تاخد الفيرب في اس. لكن طالما عندك should خلاص انت مش شايف السبجكت، سواء كان ايه بالذي انت بتاخد الفيرب في الانفينيتيف. تمام؟ نمبر 4 you shouldn't على طول وانا مغمض الفيرب في الانفينيتيف. you shouldn't eat or drink a lot of sugar. نمبر 5 you should enough water، هي الwater eat or drink. excellent drink. Number 6 he sleep 8 hours. he sleep 8 hours. هنا اختار مين؟ هنا عندي الهي وهنا عندي الفيرب في الانفينيتيف. مين اللي بتاخد الفيرب في الانفينيتيف؟ على طول should he sleep 8 hours. Number 7 you shouldn't وانا مغمض، ها سمعوني بتقولوا ايه؟ excellent you shouldn't drink، هنا عايزة الانفينيتيف. Number 8 should I drink water، هنا جايب لي yes. طب تفتكروا هو السؤال ده صعب في ايه؟ هو مش صعب بس ده عايز تركيز، لان انا هنا عندي الاي بحولها ليو، هتبقى yes you should، لان دايما بيجيب لك هنا يو وانت بتحولها لاي، دايما بيجيب لك يو وانت بتحولها لاي. لا هنا جايب العكس، هو هنا جايب لك اي وعايزك تحولها لايه؟ ليو. Number 9 we have a healthy diet. positive thing or negative؟ excellent positive، يبقى على طول بختار should. Number 10 should I eat candies every day؟ no، هنا عندي I، خدوا بالكم، يبقى الI تتحول ليو هتبقى no you shouldn't. تمام؟ هنا برضو عندي نمبر 5 الباسج دي انا قريتها فوق، فحسب لكم الاسئله بتاعتها هوم وورك سهله ما فيهاش اي مشكله خالص. تمام؟ لكن ممكن احنا نحل مثلا نمبر بي مع بعض، وخلي نمبر 1 ونمبر 2 دولت هتجيبوهم من القطعه من فوق، يعني مش هتجيبوها من عندكم، هتلاقوها في القطعه في الباسج فوق. طيب نمبر 3 we lose water، احنا بنفقد الميه when we sweat. على طول اول ما اشوف كلمة lose water على طول يبقى عندي كلمة sweat. Number 4 water helps your body to get rid of، ها get rid of هي مرتبطة على طول بايه؟ get rid of يعني بتخلص من ايه؟ excellent toxins. Number 5 you can food with salt، هعمل ايه؟ هنا هختار كلمة preserve يعني بيحفظ الطعام، ان انا احط له ايه؟ salt، ان انا احط له الملح. Number 6 in the past people put food in، زمان الناس كانت بتحط الطعام فين؟ their pots. تمام؟ their pots اللي هو الزير اللي عامل كده ده، ما كانش عندهم طبعا cans، ما كانش عندهم tins to keep it cold عشان يحفظوا اللي هي المية تكون باردة. كانوا بيعملوا ايه؟ in the past people put food، كانوا بيحطوا الطعام in their pots to keep it cold. Number 6 read and complete، هنا عايزني احط should or shouldn't. قلت على طول should بحطها لما بتكلم عن ال positive thing
و shouldn't بحطها لما بتكون بتكلم عن النيجاتيف thing. تمام؟ فهمنا يعني ايه positive thing و negative thing. تمام؟ number 1 you eat fruit and vegetables every day. ان انا اكل فاكهة وخضار كل يوم هبقى should. excellent. should. number 2 you skip breakfast. فاكرين كلمة skip breakfast اللي هو ما كانش بيتناول الفطار؟ اقول له should ولا shouldn't؟ excellent. you shouldn't skip breakfast. number 3 I eat carbohydrates. yes you. ده هنا عندي ايه question يعني سؤال، هبدأ بايه؟ هبدأ بشود. should I eat carbohydrates؟ yes. طالما هنا عندي yes على طول ما بحطش negative، بحط البوزيتيف. yes you should. تمام؟ انما لو هنا عندي no، لو هنا عندي no على طول بحط كلمة shouldn't. تمام؟ طيب number 4 you drink lot of sodas. soda اللي هي البيبسي والكلام ده، ينفع to drink a lot of كمية كبيرة should or shouldn't؟ برافو عليكم you shouldn't. number 5 هنا عندي ايه questions، ببدأ بايه؟ ببدأ بshould. should I eat a lot of candy؟ no. ها اهي هاخدها من فوق اهي، كنت عامله حسابي شكلي ولا ايه؟ no you shouldn't. على طول yes تيجي مع should و no تيجي مع shouldn't. number 6 drink enough water every day. ان انا اشرب كمية كافية من المية، هيبقى should ولا shouldn't؟ برافو عليكم you should drink enough water every day. طيب انا قلت لكم when I drink enough water every day hydrated or dehydrated؟ excellent. hydrated. هنا عندي في number 8 جزء مهم قوي الريرايت اللي بستخدم فيه should و shouldn't. هنا عندي number 1 بيقول لي doing exercise is a good for your body. ان انا اعمل او ان انا امارس الرياضة is good for your body يعني كويس لجسمي. طيب انا اهم حاجة لازم اطلع بيها من السنتنس ان انا ادور على الفيرب عشان احطه بعد مين؟ احطه بعد should. طيب انا هنا بنصح مين؟ انا هنا اكني بنصح شخص قدامي. تمام؟ طيب هقول له ايه؟ هقول له you should. بعد should على طول لازم اكون مجهزة الفيرب عندي في السنتنس، وطبعا انا قبل ما اكتب السنتنس كنت مجهزة الفيرب عندي. يبقى هنا you should do exercise. انت يجب عليك ان انت تمارس الرياضة. تمام؟ طب هنا عندي في number 2 بيقول لي drinking soda isn't good for your body. هنا عايزني استخدم shouldn't. برضو هعمل ايه؟ هجهز الفيرب عندي. مين هنا عندي الفيرب؟ طيب انا ليه عملت كده سيركل عليه؟ لان انا مش عايزة الاي ان جي، لان انا هنا عندي should و shouldn't بيجي بعديهم الفيرب في الانفينيتيف. يبقى هنا هقول له you shouldn't. انت لا يجب عليك you shouldn't drink. هنا عندي الفيرب في الانفينيتيف you shouldn't drink soda. تمام؟ number 3 you should never be dehydrated. you should never be dehydrated. هي اصلا never يعني انا بنهيه ان هو يكون dehydrated، وقلنا dehydrated يعني ما بياخدش كمية كافية من الووتر. طيب هو هنا عايزني اعمل should always. هنا عندي كلمة always دي يعني دائما، يعني عايزني ان انا على طول اقول العكس المعنى بتاع الجملة عندي. هنا كنت بقول له you should never be dehydrated. انت لا يجب عليك اللي انت تكون dehydrated. تمام؟ طب هو انا لو هنصحه بقى، هو انا لو هنصحه وهنا هقول له should always، هنا اكن المفروض هنا never دي اكنها not. never اللي عندي دي اكنها not. you should not be dehydrated. بس هو هنا لئيم شوية ما جابلكوش shouldn't ولكن حطلكوا كلمة never. never هي equal not. تمام؟ يبقى انا هنا هقول العكس على طول. هقول ايه؟ you should always. ها يعمل ايه بقى؟ be
وانزل على طول بالعكس الكلمة دي اللي هو اسمه ايه؟ hydrated. انت يجب عليك دائما ان انت تكون hydrated. وكلمة always عادي لو جت بين should وجت الverb في الانفينيتيف. تمام حبايبي؟ طب هنا عندي number 4 بيقول لي yes I should drink enough water. طالما قال لي should يبقى انا هنا هعمل ايه؟ question. طيب هعمل ايه؟ هكتب كلمة should. هنا عندي ال I بحولها ل you. should you، وباخد هنا عندي بقية السنتنس وانزلها زي ما هي. should you drink enough water، واوعوا تنسوا ال question mark. تمام؟ في منكم كتير بينساها. number 5 should you eat lots of cakes. هل يجب عليك تاكل كمية كبيرة من الكيكس؟ هنا عايزني استخدم no. هنا سهلة ما فيهاش اي مشكلة. هنا عندي no after no we put comma. هنا عندي اليو تتحول ل I. no I shouldn't. ما فيهاش اي مشكلة. طيب نيجي هنا عندي في number 6 بيقول لي ايه؟ making your body strong is very important. making your body strong is very important. قلت لكم بعمل ايه قبل ما اروح استخدم should او shouldn't؟ بجهز هنا عندي مين؟ الفيرب. بجهز الفيرب. طب هو الفيرب ده قبل ما يتحط له ing كانت make بتتكتب ازاي؟ كانت بتتكتب كده make. يبقى هقول له you should make، اهو الفيرب نزلته بس زودت عليه ايه، your body strong. بس كده make your body strong. تمام. طيب number 7 بيقول لي ايه؟ هو على فكرة دايما الفيرب اللي هتلاقيه جاي لكم دايما هتلاقوا فيه ing. انتوا بس بتشيلوا ال ing، وبعد كده لو هو زي make مثلا كان فيه اي واتشالت عشان ازود ال ing بترجعوا الفيرب اصلا للانفينيتيف. تمام. هنا بيقول لي sleeping for only 5 hours is unhealthy. ان انا انام يا دوبك بس 5 hours is unhealthy يعني غير صحي، وعايزني استخدم shouldn't. اتفقنا بروح اجهز مين عندي؟ الفيرب. هنا عندي الفيرب sleep، ما فيهوش اي مشكلة. هزود عليه حاجة ولا هشيل؟ هو مكتوب صح. هقول you shouldn't sleep. هنا عندي الفيرب في الانفينيتيف. هنا عندي sleep for only 5 hours. بس كده بكتب دي زي ما هي كده بعد sleep. تمام. بحط full stop. number 8 بيقول should I eat a healthy diet. هنا عايزني استخدم yes. هقول yes كوما. هنا عندي ال I تتحول ل you. yes you should. هنا عندي number 9 no I shouldn't drink lots of sweet drinks. أنا لا يجب علي إن أنا أشرب lots of كثير من sweet drinks المشروبات السكرية. هنا عايزني أستخدم should. طالما هنا عندي no هنا جايب لي كلمة should يبقى أنا هنا هعمل إيه؟ سؤال. هنا هقول should. هنا عندي ال I أحولها ل you. should you أدور على الverb. should you drink lots of sweet drinks. أنزلها زي ما هي عندي هنا وبعدين بعمل question mark. تمام. number 10 بقى ركزوا فيها كويس قوي. هنا بيقولي في number 10 you should have a healthy body. you should have a healthy body. انت لازم يكون عندك جسم صحي. تمام. هنا بيقولي unhealthy. unhealthy. بص اللقم بتاعه هو كان ممكن يقول لكم ان انتوا تستخدموا ايه؟ shouldn't يعني في النيجاتيف. تمام. بس برضو لو كنتوا استخدمتوا shouldn't في النيجاتيف كنتوا هتحولوا كلمة healthy ل unhealthy. تمام. هو جابها لكم من زاوية تانية ان هو اداكوا كلمة unhealthy. طبعا كلمة unhealthy مش هينفع تمشي مع كلمة should. انا مش هروح انصح واحد واقول له انا عايزاك تكون unhealthy يعني تكون غير صحي. لا طبعا. يبقى هنا عندي الجملة زي ما هي ما عدا should هحولها ل shouldn't. وهنا عندي healthy هحولها ل unhealthy. طب ازاي الجملة هكتبها؟ هقول you shouldn't have an. هنا هشيل a واحط قبليها an. هقول you shouldn't have an unhealthy body. تمام. يبقى هنا هي جات لي بطريقة غير مباشرة.
يبقى كده يا حبايبي احنا انتهينا من lesson 2 في يونت 3 في منهج كونكت بلس لجريد 3. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتس تحت وانا هرد عليكم. وشكرا حبايبي، وان شاء الله نتقابل الفيديو اللي جاي.